منظم الطرح بالكروشيه. تمام، هنحتاج شماعة، وهنحتاج إبرة رقم 5.5. تمام، وهنحتاج خيط سواء بقى خيط مكرمية، دون خيط اسمه سلسلة، خيط ما يكونش فيه مطة، وفي نفس الوقت خيط يكون مناسب لإبرة رقم 5.5. تمام، هنبدأ مع بعض. هنا انا جبت شماعه واشتغلت غرز حشو عليها عادي، بلف حواليها اوريكم دلوقتي ازاي. بس المهم مليت الفراغات. تمام، والفراغات دي لازم تكون مضاعفات العدد 4، يعني بعد 1 2 3 4 1 2 3 4 وانا ماشيه، علشان هعمل 4 مربعات فهقسمهم على الاربعه. المهم انا الحشو بلف حوالين الشماعه من تحت بالابره كده، انا قلبه الشماعه. تمام، واسحب الخيط واطلع، بيبقى معايا 2، باخد الخيط واخرج من الاتنين. هي دي غرزة الحشو. تمام، فبعدين قسمتهم طلعوا حسبتهم طلع عددهم 76 غرزة حشو على الأربعة، فطلع التقسيمة هتبقى كل 19 غرزة. هحط الماركر. تمام، طيب أنا هعمل المربع ازاي؟ المربع الأولاني هنا دي سلاسل هعملها. ادي الجدار هيبقى 10 والجدار 10، ادي 20، والعرض بتاعهم 13، يعني انا هعمل دلوقتي 33 سلسلة. تمام، هنعملها. طبعا السلسلة انتوا عارفين بتتعمل ازاي اهي، بسحب الخيط واخرج من الحلقة. تمام، هعمل 33 مرة زي ما انا عملت كده. انا عملت 33 غرزة سلسلة اهو معانا، فالمفروض هشبكهم في اول ماركر هيقابلني في اول علامة. تمام، هشيل العلامة. تمام، مكان العلامة اهو، هدخل وهعمل منزلقة في مكان العلامة اللي هي بسحب الخيط واخرج من الحلقة على طول، وادخل برضو علشان هبدأ مربع جديد، فهدخل برضو في بداية غرزة جديدة برضو واعمل منزلقة. تمام، طيب دلوقتي انا المفروض هعمل مربع جديد، هعمله ازاي؟ هل هطلع بسلاسل منفصله؟ لا، مش هطلع بسلاسل منفصله، هطلع بغرز حشو على الجدار بنفس عدد الجدار المربع الجديد، اللي هي 10 غرز حشو على الجدار نفسه بتاع السلاسل اللي انا عملتها اللي هي 33. تمام، فهعمل 10 حشو. طبعا انتوا عرفتوا الحشو بتتعمل ازاي. تمام، وهرجع لكم. هنا علشان اكمل المربع انا يعتبر عملت 10 من المربع. احنا قلنا المربع متكون من 33، هنشيل 10 من ال 33 هيتفضل 23، فانا هعمل 23 سلسله حالا واشبكها هنا بمنزلقه، وابدا برضو اشبك منزلقه تانية جنبها، وانزل حشو على الجدار 10، وبعدين برضو هكذا هكرر لنهايه السطر. رجعت لكم. انا هنا خلصت المربعات وشبكت اخر مربع بمنزلقه هنا. تمام، طيب انا هنزل عشان ننزل للسطر التاني. انا ما مشيتش حشو زي دي عشان ما تبقاش عريضه، لان علشان عايزه الجوانب زي بعض. تمام، فنزلت منزلقه، نزلت منزلقة على الجدار. طيب هبدأ مربع جديد. المربع احنا قلنا متكون من ايه؟ من 33 سلسلة، نفس الفكرة. فعملت 33 سلسلة، هوريكم بس هنشبك المربع ازاي في السطر التاني. احنا السطر التاني معانا الحتة دي عريضة، فمش هينفع نشبكها على مرة واحدة، بس هيبقى نفس الفكرة اللي احنا بنعملها عشان نطلع جدار المربع الجديد. هنعمل هنا منزلقة ومنزلقة تانية، نفس الفكرة اللي كنا بننفذها فوق. تمام، ومنزلقة تانية في الغرزة التانية، وهكذا هكرر المربعات زي ما انا قلت لكم. همشي 10 على الجدار طالما في وسط المربع قبليه مربع. همشي على الجدار 10، هيبقى فاضل 23، وهكذا وهكرر. وهي دي فكرتنا النهارده، منظم جميل للطرح. ما تحتاريش، هو موجود الفكرة في الأدوات المنزلية عند محلات أدوات المنزلية. آه، سهلة وبسيطة، وأتمنى يا رب تعجبكم وتطبقوها إن شاء الله.